السلام عليكم متتبعين كدايرين، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك بمكونات بسيطه، غير جربوه. هنايا عندي واحد الكاس ديال سنيده ما عامرش وقبيصه ديال الملحه. غنضيف عليهم هنا واحد البيضه، كيف ما كتشوفوا معايا بيضه وحده. ان شاء الله هذا الكيك راه في متناول الجميع كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، غير جربوه راه كيجي زوين ولذيذ، وحتى البنه ما نعاودش ليكم، ما غاديش تندموا الا جربتوه. هنايا كاس ما عامر ديال الزيت، خديت غير نص كاس ديال الزيت، والكاس راه غير صغير. غنخلط كلشي مزيان. هنايا راه غنضيف واحد طانون صغير، كيف ما كتشوفوا معايا الحجم ديالو راه صغير. انا حريصه على انني نشارك معكم ان شاء الله وصفات تكون بسيطه في متناول الجميع، باش كلشي يزعم على الوصفات ان شاء الله. عندي هنا كاس ديال الماء غير من الروبيني. غنخلط هاد العناصر مزيان. واللي عنده الخلاط الكهربائي راه يقدر يستعمل الخلاط الكهربائي. هنايا غنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غنضيفو دفعات حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هانتوما غاديين معايا خطوه خطوه. بالنسبه للمبتدئات نمشي معهم خطوه خطوه، حنا مازال كنا كنتعلموا. مازال درت هنايا الدقيق. خلطوا مزيان هاد المكونات. هي غنضيف جوج خمارات، كل وحده فيها 8 غرام، يعني 16 غرام هنا. صافي، هذا هو القوام، هذا هو القوام اللي بغيت يكون في الكيك. كيف ما كتشوفوا ما ثقيلش وما خفيفش، هذا هو القوام. هنايا غنضيف واحد الحامضه هنا حكيته، غنضيف القشره ديال الحامض. كيجي زوين الحامض في الكيك، غير جربوه كيخليه يجي هشيش. عندي هنا ديك العصير ديال نفس الحامضه اللي انا خديت القشور ديالها، هي اللي عصرتها ودرتها زدتها في هذا الخليط تقريبا معلقه كبيره ولا 2 معالق. اللي ما عندوش الحامض وعنده الخل يقدر يدير الخل، حتى الخل زوين. هي يستحسن لو درتو الحامض من الاحسن. هنايا غادي نضيف قطع ديال الشوكولاط. خديت الشوكولاط مربع قطعته على هذا الشكل، وهنايا عندي 2 معالق ديال الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو بغيتو تستغنوا عليه استغنوا عليه، اللي ما عندوش الكاوكاو بلاش ما يديروش، انا غير درته هنا كاضافه وصافي. كان موجود عندي هنايا شاط عليا من واحد الحلوى ديال التزيين، صافي ضفته هنايا. اللي ما عندوش بلاش منه يقدر يكتفي غير بالشوكولاط، قطعه ديال الشوكولاط. هنايا راه خديت داك المول راه دهنته بالزبده، ما كنرشوش صراحه بالدقيق حيت هذا المول ما كيلصقش، دهنته غير بشويه ديال الزبده. فويت الخليط ديالي هنا، غنخلي شويه ديال الخليط، خليت غير شويه ماشي بزاف. غنضيف هنايا ساشيه ديال الكاكاو كيف ما كتشوفوا معايا.
هاد الكيك راه غيجي على شكل كيك رخامي، غير جربوه، راه كيجي زوين لا في الشكل لا في المذاق. قد ما هو بسيط قد ما المذاق كيجي بنين، غير جربوه. هيا غنضيف غير شويه ديال الماء غير باش نطلق الخليط شويه. صافي هنايا صافي، هذا هو الخليط اللي بغيت دابا يكون على هذا الشكل. هذا غنخويه على الخليط اللي في المول. دابا غناخذ هنايا، خديت غير معلقه صراحه نقلبسها، هي اللي بديت كنشكل بها هاد الدوائر على هاد الشكل هذا. خذوا اللي بغيتو، المهم غير شي حاجه اللي غادي تشكلوا بها هاد الخطوط ولا هاد الدوائر على هاد الشكل. شوفوا ما شاء الله التشكيل ديالها كيجي زوين وبطريقه سهله وبلا كثرة تعقيدات. غير جربوا هاد الكيك راه كيجي غزال حتى في المذاق، وهاد المكونات اللي درنا راه كتواتى مع بعضها وكتجي بنينه مع بعضياتها. غير جربوها، الحامض مع الشوكولات مع الفاني ديال دانون كيجي غزال، غير جربوها. عندي راه في الفران وهانتوما معايا بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا، وبعد ما خرجتها من الفران هنا مازال سخونه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيشكل الشكل ديالها، وشوفوا الوجيه ديالها كيفاش كيتحمر، كتجي رخاميه. غير جربوها، راه كتجي بنينه حتى في المذاق، ومكونات سهله في متناول الجميع، تقدروا تصايبوها ليكم ولا لوليداتكم. هنايا غادا نقسمها معكم، نقطع لكم منها طرف نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، وتشوفوا حتى الهشاشه ديالها راه كتجي هشيشه. غير جربوها، كتجي مقومه والمذاق غزال. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تخليو لاختكم شي كومونتير زوين، تبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، تشتركوا في القناه ان شاء الله باش تزيد القدام وتكبر هذه القناه، وهادشي فضلا وليس امرا. ايوا هانتم الشكل ديالو ما شاء الله كيفاش كيجي حتى من الداخل، كيجي زوين كيما شفتوا الشكل كيجي رخامي حتى من الداخل. شوفوا الهشاشه ديالها راه كتجي زوينه، تقدروا تفرحوا بها روسكم، تفرحوا بها وليداتكم واللي عزاز عليكم. مكونات بسيطه في متناول الجميع وكتجي بنينه واللذه ما نعاودش لكم. خليتكم على بركه الله، تلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده. مع السلامه.